قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو ده برضه هيكون مختصر جدا عن المواد اللي مش بتضاف للمجموع: اقتصاد، احصاء، دين، ايه تاني، مواطنة، اللي هي التربية الوطنية. دلوقتي قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. تاني بوينت هنتكلم عنها هو الدين. هنبدأ بقى بالدين. كله هيقولك روح شوف مراجعة محمد صلاح او رضا الفاروق. انا بقى هقولك يا تشوف دي يا تشوف دي يا تشوف مراجعة محمد السخاوي. حلوة جدا جدا جدا، كانت ساعة. كان مثلا بيشرح جزئية او يقول الاسئلة في الجزئية دي، فهي كانت حلوة جدا. بس لو انت عايز تطور على نفسك شوف بتاع مستر رضا الفاروق او بتاعت مستر محمد صلاح. هم حلوين، بس انا بصراحة انا اتفرجت على دي واتفرجت على دي السنة اللي فاتت. اتفرجت على بتاعت مستر محمد صلاح واتفرجت على بتاعت مستر محمد السخاوي. بصراحة بتاعت مستر محمد صلاح انا ما استفدتش منها بأي حاجة خالص. الصورة احفظ منها شوية لان هي هتجيلك اختياري. متهيألي انتوا عليكم سورة لقمان وسورة تانية، ما علينا. تحفظ منها شوية عشان هتجيلكم اختياري. الأحاديث برضه كل حاجة هتجيلكم اختياري. تمام. بالنسبة للاقتصاد والإحصاء دول بيكملوا بعض في الدرجات. فانت هتشوف مستر على قناة هنذاكر اونلاين، ده بيشرحهم كويس جدا. هتشوف حد من هناك وهتتفرج على الشرح بتاعه. بعد كده هتدخل اي جروب تليجرام. في مثلا انا بنصح باللي هو قناة عباقرة تالتة ثانوي. دي قناة على التليجرام بتجيب لك كل الامتحانات وجريدة الجمهورية وكل حاجة تخص المادة. فانا من رأيي يعني اللي عايز هيبعت لي وانا ابعت له اللينك لو انت مش فيها. بس انا يعني اعتقد يعني نص طلاب الثانوية العامة فيها. ماشي، ابعت لي وابعت لك اللينك وتدخلها. دور على نماذج احصاء واقتصاد، ودور على الامتحانات اللي انت محتاجها في اي مادة اصلا. تمام. وايه، انت هتشوف فيديو الشرح وهتحل. انا من رأيي كل يوم نص ساعة احصاء من دلوقت، من اللحظة اللي هتنزل لك فيها الفيديو لغاية يوم امتحان الاحصاء. كل يوم نص ساعة مش هتأثر معاك في حاجة. بالنسبة برضو للاقتصاد قلنا نفس الكلام، والتربية الوطنية برضو على قناة هنذاكر اونلاين بيبقى برضو في شرح كويس جدا ووافي جدا. ولو عايز تحل هتشوف اي برضو زي ما انا قلت قناة تليجرام او جروب تليجرام عليه تدريبات حل. وانا كمان ممكن هدور لكم وابعت لكم. بالنسبة لورق المفاهيم انا بعته للي مش معاه، انا بعته على قناة التليجرام. بالنسبة بتاع ده لللينك بتاع بنك المعرفة برضو انا بعته على قناة التليجرام وهتلاقيه هنا على المنتدى. بلس ان انا عشان في يعني ناس بتقول بنك المعرفة مش بنك الاسئلة. ده مش حقيقة تجد. انا ما قلتش، انا ما كتبتش ده بنك الاسئلة. انا كتبت ده لينك بنك المعرفة، وده ازاي تجيب منه اسئلة وتجيب منه حاجات. بلس ان الوزير في المؤتمر بتاعه قال انه بنك المعرفة ومدرستنا ومنصة حصص مصر وحاجات كده كتيرة، قال انه برضه هيبقى منها الامتحان. فانا نزلت لكم اللي معايا اللينك بتاعها مش اكتر. بس كده، ولو محتاج اي حاجة ابعت لي انستا او تليجرام. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لك، ولو وصلت لغاية هنا ما تنساش تصلي على النبي. وبحبكم جدا. باي.